بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم اخوات حبايبي، ان شاء الله هوريكم حاجه حلوه النهارده كده. انا عارفه ان انا من زمان ما نزلتش فيديوهات، فقلت بقى لازم اعمل لكم الفيديو ده عشان تستفادوا، خصوصا الجماعه اللي بيربوا طيور وبيحبوا تربيه الطيور. عندك فراخ قطع بيض ما بتبيضش وبتعلفيها على الفاضي وما بتديلكش انتاج. عندك بط وعاوزه تسمنيه شويه ويعني عشان لما تيجي تذبحيه تلاقي فيه لحم كده ويكون كويس ولحمته مسكره كده وحلوه. طبعا انا واحده من الناس ما بعرفش يعني اشتري طيور من بره واعدبيه، لازم بربيها في بيتي. عندي اكل باقي، عندي خلطات بعملها لطيوري ان شاء الله بتدي معايا انتاج حلو. عشان انا كمان عايشه في الريف وعندي مكان اربي فيه. الجماعه بقى اللي هم يا حبايبي بيربوا اللي هم في المدينه يعني ما عندهمش مكان، دول مضطرين ان هم يشتروا بقى من السوق وطيور كبيره متربيه. انما زي ما قلت لكم انا عندي مكان الحمد لله، ربنا انعم علينا بمكان نربي فيه طيورنا، وعندنا كمان يعني في نسبة علف متوفرة بحيث ان احنا عندنا برسيم في الارض، عندنا خضرة، الحشائش اللي بتطلع في البنجر او على ريش الارض دي بنجيبوها نحدفها للطيور والطيور بتاكلها يعني. بس النهاردة لازم اعمل لهم، او اي يوم يعني عموما لازم اعمل لهم الوصفة ديت او الحاجة ديت. الخلطة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت ما بتكلفكش اي حاجة، يعني بالنسبة للمقارنة للعليقة. كيلو عليقة دلوقتي ب21 جنيه، لا ده انا اعمل لهم الخلطة دي وبتوفر عليا كتير. الخلطة دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن سرس اللي هو بتاع الرز، قشر الرز، بناخد الرز بتاعنا نبيضوه في المكنه ونجيب السرسه دي، ونشتروا رده برضو. يعني انا عامله لكم قبل كده عندي على القناه ازاي بعمل خلطه بتاعت ايه اكل طيور. مكونه من ايه؟ زي ما قلت لكم سرسه، رده، دشيش ذره، معانا باقي العيش اللي بيفضل من اكلنا. وكمان في حاجة مهمة اللي انتوا شايفينها قدامكم ده مش بشر جزر يا جماعة، ده بشر بطاطا. بشتري البطاطا، كيلو البطاطا بكام دلوقتي؟ كيلو البطاطا بيقف في الجملة في شكارتها كده من الوكالة ب2 جنيه. طب انا لما اجيب شكارة بطاطا وتكفيني شهر، مش ده الشكارة هتعمل لها كام؟ ممكن تعمل لها 120 جنيه. هتوفر عليا كتير. شكارة الردة شوفوا بكام دلوقتي وشكارة السرسة. فانا مش هقدر طول الوقت ان انا اعلف سرسة وردة وتشيشة. فبجيب يا جماعة البطاطا ديت من الوكالة، بجيب الشكارة جملة على بعضها بتقف عليا ب120، وتوك توك بيوصلني ب10 جنيه لغاية البيت، يبقى كده 130. بفضل شهر سليم أكل منها طيور. بتزود إنتاج اللحم عند الطيور، وكمان بتحسن من الطعم اللحم، بتخلي طعم اللحم مسكر بتاع الطيور اللي هتذبحيها. والله عاوزة أقول لكم إن أنا بعلف الفراخ البيضة منها، بحط لهم علفة الصبح عليقة، واسيبهم بقى عليها واحط لهم ميتهم ويشربوا وخلاص كده. اسيبهم بقى للعصر كده يكونوا جاعوا، اروح علفهم علفة البطاطا دي. عاوزة اقول لكم الفراخ عندي 35 يوم مدياني وزن 2 كيلو، 200 جرام، 52 جرام. في ايه؟ انا عندي 20 فرخة ما اكلتهمش غير شكارة واحدة عليقة و4 كيلو عليقة، اللي هي اللي بتبقى تيجي في البداية ديت اللي هي ايه، نامي 23%. اهم حاجه ان انت تجيبي تركيزها في البدايه خالص عشان تاسسي معاكي الفرخه حلو. نامي 23%. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو عند الفراخ البيضه بتاعتي وهوريكم برضو شكلها. والله يا جماعه الفراخ البيضه عودتهم من عمر 10 ايام بالظبط ان انا اقشر لهم البطاطا واحطها لهم علفه كده ياكلوها. حطيتها لهم الاول على عليقه، بداوا ايه ينقوا منها شويه شويه، بقى هما يعني بحسهم بيحبوها اكتر من العليقه، مغذيه ومدياني انتاج حلو. فده الاكل بتاع طيور النهارده. عاوزه اوريكم حاجه كمان بضيفها على الاكل عشان الفراخ اللي بتبيض. الفراخ اللي بتبيض مهم جدا ان انت تجيبي لها يعني مجموعة أملاح معدنية وفيتامينات وحاجات عشان ما تقطعش معاك البيض. وكمان عليقة الفراخ غالية اللي هي العليقة البيضة، فأنا مش هروح أجيب شكارة 25 كيلو ب500 جنيه ولا ب450، ولا شوفي هي بكام دلوقتي. والله أنا بقالي شهرين ما اشتريتها من أيام العليقة ما غلت. بقيت أنا على طول إيه بعمل الإيه الخلطات ديت، وبجيب باكو كده من الصيدلية البيطرية هوريهولكم دلوقتي عشان اللي حابب يجيبه. حلو جدا يا جماعة اقسم بالله. انا كان الفراخ كانت لسه يعني مبشرين بالبيض، يعني المفروض الفرخة المبشرة بالبيض دي ما تقطعش دلوقتي. قعدوا شهر كده وراحوا قاطعين.
سألته دكتور راح قايل لي على على البكو ده جبته. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عاوزه اقول لكم تقريبا الفراخ كلها باضت، الحمد لله الحمد لله. هم 12 فرخه مش كتير، بس تقريبا يعني بنسبه 80% باضوا، ولسه ان شاء الله ايه في جاي اهوت. يا جماعه الباكو اللي انا بجيبه واضيف منه على الاكل، بس انا ما بضيفش منه كل يوم. ده انت بتاخدي معلقه شاي على كميه الاكل، لو الكميه كبيره بتحطي معلقه اكل كبيره عليه. الكميه الاكل صغيره، يعني مثلا على قد حجم الفراخ بس بتضيفي انه ايه معلقه شاي. انما انا طبعا في بط وفراخ، فانا ايه بضيف يعني حوالي معلقه كبيره كده. في يعني حلو قوي للافتراس مكتوب اهوت، ومشاكل الكساح وانتاج البيض، زياده انتاج البيض. فعلا فعلا يا جماعه جاب نتيجه، وعلى ضمانه انا بقول لكم وواثقه من كلامي. المكون ده او الدواء ده بيجي من الصيدليه البيطريه. الباكو ب25 جنيه. هو بيجيب لك كيسين على بعض كده، كيس ب5 وده ب20 بتهيألي. بتضيفوهم على بعض وتحط منهم على الأكل. دي الحاجات بتاعته المكونات، وبيعالج ايه، ودواء الاستعمال عشان ايه، وكمية الكمية اللي انت هتضيفها على العلف. ده شكل الباكو عشان اللي حابب يجيبه يا جماعة. صدقوني هتجربوه ان شاء الله، هيدي معاكم انتاج حلو للبيض، وهيحسن معدل النمو بتاع الطيور بتاعتك. لو انت مربيه بط تذبحيه يعني بيحسن النمو بتاعه، بيحسن انتاج اللحم بتاعه، وكمان بيزود انتاج البيض عند الفراخ. يا رب اكون فدتكم النهارده في الفيديو، واكون اديتكم ولو معلومه بسيطه كده عن ايه المكون اللي انا هضيفه على العلف بتاعه، كمان عن خلطه العلف اللي انا باكل بها طيور. البطاطا رخيصه يا جماعه، هاتوا بطاطا واعملوا للبط بشرول، مش هتخسي. عاوزه مش قادره ان انت تبشري، اسلقيها 3/4 سوا، قطعها بالسكينه كده وعلى الاكل هم بياكلوها بسم الله ما شاء الله، بيبقوا مبسوطين بيها. حلوة قوي، وبتغذي معاك الطيور، وبتملى حصلتهم كده وتخليهم شبعانين طول الوقت. يا رب كده تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي النهارده. هعلف بقى الطيور واطلقهم بقى، احط المكون ده بقى على العلف. انا بالتقريب كده هنزل حوالي ايه معلقه. هقلبه بقى كده على العلف كله. الفراخ اول ما حطيت الاكل وطلقتهم طلعوا جري على الاكل اهوت زي ما انتم شايفين، والبط بياكل ويروح يشرب من المسقه برضو بتاعته ويرجع تاني ياكل. بألف هنا وشفا كده للطيور يا رب، واللي يشوفهم يا جماعه يصلي على حضره النبي. دي الحاجه تربيتها مش بالسهل يعني. بتمنى كده زي ما قلت لكم اكون فدتكم في فيديو النهارده، وعرفتكم انا بضيف ايه للطيور بتاعتي عشان تحسن انتاج البيض. بسم الله ما شاء الله، انتم شايفين البط عامل ازاي. والله يا جماعه بقالي شهر باكله بطاطا على العلف، بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه. البطاطا ديت يعني علف برخص التراب، بالكيلو ب2 جنيه ما يجيش يعني. هي احسن من العليقه واحسن من اي حاجه كمان. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا بفرش بحط الاكل كده على تحت مشمع، عشان لو الفراخ وقعت والبط، الفراخ بعد كده بتنقي اللي واقع على المشمع ده يا جماعه، ما بتسيبهوش. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه بعد اذنكم يا احلى اخوات في الدنيا.